في هذا الفيديو راح نعلق على خطبة الشبيح الشيخ مأمون رحمة، خطبة جمعة تبع تاريخ 22 أيار من مسجد أمية بني أمية الكبير. وطبعا بآخر الخطبة في كلمتين حاب أقولهم للشبيح هذا، تابعونا وشوفوا التعليقات. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله أكبر. الله أكبر. 16/2013 معركة غارة الله. إنهم ظنوا أن الدنيا دانت لهم وأن الأوضاع استقرت تحت أقدامهم وأن الفضائل التي طاردوها لن تجد من يحميها وأن الرذائل التي ألفوها لن تجد من يدوسها، فناموا وهم آمنون، بيد أن للحق رجالا تستفزهم الآلام ويؤرقهم ما تلقاه الحياة من عبث الذئاب بأقدار العباد والبلاد. فسورة العاديات تشيد بالقوة العادلة وتؤيد عملها وتعلمنا أنه لا يفل الحديد إلا الحديد. مين دول؟ أن الجندية ليست احترافا ولا ارتزاقا، ولكنها تطوع وفداء، أساسها العلاقة الموطدة مع الله جل جلاله، وهدفها حماية البلاد ونصرة العباد. إن هؤلاء الخوارين استحبوا أن يعيشوا لصوص أمجاد في ميادين القتال، وسرقة المجد كسرقة المال أمر تستنكره الشرائع وتأباه الطبائع السليمة. وقد سخر أحد الشعراء من هذا الواهن الخائر الخائف فقال له: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فكابروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إن الدفاع عن الحقوق والأوطان أصبح فرض عين على أمتنا جمعاء، والعدو الذي نحاربه طليعة خبيئة لشرور مستطيرة تتهيأ للفك بنا. وفي العالم اليوم نرى طوفانا نجسا من التعصب ضد الإسلام وأمته وضد العروبة ولغتها. ألا نتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض؟ مين رباك؟ بشار الأسد. مين بتصلي؟ لبشار الأسد. مين بتعبد؟ بشار الأسد سيدي. هيك صرت أفهم. إن الالتحاق بالجندية شرف عظيم. من أراد أن يتحلى بالشرف فليلتحق برجال الله، فليلتحق بركب رجال الله، رجال الجيش العربي السوري الذين يقاتلون على امتداد أرض هذا الوطن الحبيب، يقاتلون من أساء للإسلام والمسلمين أولا ثم أساء للإنسانية ثانيا. قل لا إله إلا بشار الأسد. لا إله إلا بشار الأسد. قل لا إله إلا بشار الأسد. أرصب لك. قل لا إله إلا مهر الأسد. لا إله إلا مهر الأسد. ومن أراد أن يتعلم الرجولة فليلتحق برجال الجيش العربي السوري الذين يدافعون عن الأرض والعرض والشرف. ولا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حمص المحاصرة مقام الصحابة الجليل ضريحه بداخل الأبر سيف الله المسلول خالد بن الوليد. سيف الله المسلول
تم استهدافه من عصابات الأسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عالم بيوت الله شو عم يصير فيها. فالأمة العربية والإسلامية اليوم تعاني حربا شرسة متمثلة بالتحالف العربي، ما يسمى بالتحالف العربي. منذ يومين اليهود المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويعربدون. يلا دقوا كاسم كاس وعيني برماية وبنيان ويرقصون. يلا دقوا كاسم كاس وعيني برماية وبنيان ويسرحون ويمرحون. الله أكبر. واتباع العرعور واتباع المناعيد ثم ينيكوا اهالي المسلم جميعا. وما يسمى بالتحالف العربي أخزاهم الله كأن الأقصى أولى القبلتين لا يعنيهم لا من قليل ولا من بعيد، وكأن أمر الأمة العربية والإسلامية وقضاياها وعلى رأسها قضية فلسطين الحبيبة لا تعنيهم من قريب ولا من بعيد. فأروا هؤلاء الذين أرسلوا الإرهابيين من الشيشان ومن بريطانيا. حیدر محمدی، افغانستان، بلخ، مزار شریف، شولگر. سوریه آمدیم دفاع از حرم حضرت زینب. ومن فرنسا ومن استراليا ومن غيرها من بلدان العالم. أرغم أنكم أسود. You speak Arabic? You speak Arabic? روس. فإن أردوغان هذا المتهور يحشد كل ما لديه ليسقط الدولة السورية بالتعاون مع دول الخليج الأقزام. وها نحن نسمع من الكثيرين يقولون: ألا ترون إلى تدمر؟ ها هي قد سقطت. قلنا في الخطب الماضية إن المعارك التي يقودها الجيش العربي السوري هي معركة كر وفر كغيرها من المعارك الشرسة الكبيرة والعظيمة التي حدثت في التاريخ. ألا ترون إلى الانتصار في جبال القلمون؟ إن سقوط تدمر الذي أعقبه حشد هائل خطير بتمويل سعودي وقيادة أردوغانية خطيرة ومخابرات أردنية خطيرة يقودون هذه المعركة لكي يموهوا الانتصار المخيف، الانتصار العظيم الأخير الذي لم يعد يخفى على أحد قيادته للمعارك الدائرة في معظم مناطق القلمون تلقى ضربات موجعة توجت أخيرا بالأسير عماد عياد. وأعلمك أيها السوري، أعلمك منذ ساعات قليلة من صباح هذا اليوم حرر رجال الله، رجال الجيش العربي السوري، المشفى الوطني في جسر الشغور. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد، ولله الحمد والمنة. حاصرهم بكل ما أوتوا من قوة وشراسة وعناد، لكن الرجال الأساوس صمدوا حتى انتصروا. مثل ما بنعرف مشفى جسر الشهور كان من أجمل المشافي الموجودة في سوريا، فهذا الصرح الحضاري الكبير ما بيستاهل نحفر له الأنفاق ونفجره بمن فيه. فأوعزت القيادة، وأشكر القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس، هذا الإنسان العظيم، هذا القائد الكبير، أوعز بانسحابنا أو بخروجنا من المشفى للحفاظ على هؤلاء الأبطال. إن الانتصارات يحققها الجيش يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فلماذا لا نشيد بالانتصارات؟ وما حدث أيها الإخوة في تدمر من انسحاب هو حفظ على الأرواح، لأن البشر يهمنا حالهم كما هو لسان القيادة في هذا الوطن، لأن البشر يهمنا حالهم أكثر من الحجر، لأن الإنسان هو الذي يصنع الحضارة، هو الذي يصنع التاريخ. اللهم إنا نسألك أن تنصر الجيش العربي السوري، اللهم إنا نسألك أن تكون لهم معينا وناصرا في السهول والجبال والوديان. اللهم إنا نسألك أن تنصر شعبنا في اليمن الحبيب، أن تنصر الشعب اليمني. اللهم إنا نسألك أن تثبت الطمأنينة في قلوبهم وأن تكون لهم معينا وناصرا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الجيش العراقي الشريف. اللهم إنا نسألك أن تنصر أهلنا في عراقنا الحبيب. اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان لكل بلد أحب سوريا، ولكل بلد يتضامن مع سوريا، ولكل بلد يقول كلمة الحق ويقف إلى جانب الحق من أجل سوريا. اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه وترضاه، واجعله بشارة خير ونصر للأمة العربية والإسلامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شو يا معلم؟ وين فلسطين؟ دعاء لليمن، دعاء للعراق، ودعاء للشعوب المناصرة لسوريا الأسد، دعاء للجيش التعفيشي، ونسيت فلسطين، ونسيت إسرائيل والاحتلال. وين راحت المقاومة لكان؟ عموما خطبتك تتلخص بالشكل التالي: جيش التعفيش العلوي يحقق انسحابات كبيرة، فهمناها انه بدك الشباب يتطوعوا مشان يدافعوا عن سوريا الأسد وبشار الأسد وأتباعه، يعني فيها وما فيها. انه كل من هو ضد الخنزير ابن أنيسة خائن حامضة شوي. الغريب بالخطبة انك خالص ما جبت سيرة إسرائيل، غير انك ذكرت بالمسجد الأقصى، ونحن ذكرناك بالمساجد اللي بسوريا واللي صار بسوريا من عناصر الشبيحة العلوية بالمساجد السنية. ما دام عم تحكي بها النفس الطائفي فلازم أرد عليك كمان بنفس طائفي. وبجميع الأحوال أنت لو أنك قاعد بشي كباريه ما بيطلع معك هالحكي هذا. واحد يستشهد بجامع شعراء يخرب بيت سنتك. وين راحت الأحاديث الدينية؟ وين راحت الأحاديث؟ وين راحت الآيات القرآنية؟ يعني كل هذول ما لقيت شيء يتناسب مع حديثك يعني حتى، وغير آية أو سورة العاديات. على فكرة الشرح تبعك للسورة كان غلط والتفسير خاطئ، ولما وصفت أنت وصفت حرفيا المجاهدين. نلتقي معك الجمعة الجاية.